بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا ألف لام ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. رب ما وأنت كذب حاجة. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور. ألف جتشوتا غرتي حرفي وممرمتو سورة قرأ أولت القمصان معنا ساكستي والأبنيجي. فمنهم من قال والرئيج جرى هي مما استأثر الله بعلمه خنوار ربي قباء اتين به بكم سسات جنيده فردوا علمها إلى الله علمي قرب ربي تفرادي بسنية ولم يفسرها مفسر الله أعلم بمراده جنيكم ومن تجاجر وليته. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين جرهم دينه الله أعلم بمراده في الراجعين. وقال وعامر الشعبي في سفيان الثوري ربيع بن هيثم من هدو أكنت يادوب في الراجعين. واختلفها ومنهم من فسرها ولا فسر الوجراء. واختلف هؤلاء في معناها وره فسرهم معناها شيخ ست والأمنجي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مالجي إنما هي أسماء الصور جين مقوم غرتي سورة سنيتي جي فسرجي. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثرجي فهدون خنمر الديمانية. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتض لهذا مقا سورة توخنا ونن وجبسه بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن أبي نجيد عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح وان التنبنني افتتح الله بها القرآن شير رب القرآن جمريه. وكذا قال غير مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبو زيفة أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن يمكم القرآن ديوه. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور خجيه. فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا مجموع القرآن والله أعلم. بيتنا ردي والإيمان الجنة مقا قرآن ديو إنما نمنيو ألف لام ميم صاد رأيجي سورة الأعراف ما تفر أمالي قرآن قوتل من رابيه ونجرج. وقيل هي أسماء من أسماء الله تعالى جيجينما ألف لام ميم كن وأني مقطعتهم دل مقام ربي ديو. قال القرطبي فواتح الصور من أسماء الله تعالى جيجي. أن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم جي. قال ابن عباس هي أسماء الله الأعظم جي. ومالجي عبد الله عباس أمس هو أقسم الله به وربي التفاته وهو من أسماء الله تعالى جي. ألف لام ميم جنان عبد الله عباس أمس وقال وسره أنا الله أعلم ألف جيتشون أنا يجو ديما لا من الله ميم أعلم. عن أبي سالم بن عباس ومرة الهمذاني عن ابن عباس والناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألم فهي حروف
أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. آية أنا بالآلية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 دي حرف الدم استغل الرأي حرفا دارت فيها الألسن كلها حجم سامي ليس من حرف إلا هو مفتاح اسم من أسمائه وليس من حرف إلا وهو من آلائه وبلائه وليس من حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجاله إنهم دينوا معنى قومتهم. هذا حاصل كلامه أنت ما دراسة جالتنا خسر ما ولمتلو كم جالتنا الله أعلم بمراده حجوسا اليوم مراده من ألف لام ميم وهنا سورة عن مستوى البطن ألف لام ميم وهنا حرف متن حرف سدين تنكما إيه أيه ذلك الكتاب ذلك الكتاب هذا الكتاب كتاب نهن لا ريب فيه شك ستنجرون ذلك الكتاب أما سلا ذلك الكتاب جو كتاب سنجد رامر أما واني قرتي غائبا ردبته في صدرقان سوا والفقوته في أما ذلك الكتاب هذا الكتاب يجمع كتاب نخون كتاب نقرتي أما ندر جرخون قرآن نخون جيتشورا لا ريب فيه شك ستنجرون أما ذلك المبتدا توديما ذلك في موضع رفع بالابتداء الكتاب صفات لا ريب فيه كأنه قيل ذلك الكتاب حق لا ريب فيه لا ريب فيه كون سمت خبرات ذلك الكتاب كتاب له لا ريب فيه شك سنجرون كأنه قيل ذلك الكتاب حق أو مبتدأ والكتاب خبره ذلك سنجد شولا ذلك الكتاب كتاب نصر حق لغالا لا ريب فيه شكين سنجد تقدر ريتو ذلك الكتاب كتاب نخني حق لغالا لا ريب فيه شكين سنجد وكانت يقول بريدانا ذلك الكتاب كتاب نبو فما صريه حق لا ريب فيه رشك نزخ ستنجرو أيه هدى للمتقين هدى قرتي بمعنى هادي جيتشورا قجيل شارع إني للمتقين ورب صداته ورب قرتي سقبته متقطوطة تو قجيل شارع خاني فيوري انتانيج هدى وزيب خبره لا ريب فيه كما وزيب خبره لا ضير في قول تعالى قالوا لا ضير هدى جتون هو هدى جتما واني إني قلت أدوبك أجل ما للمتقين ورب صلاة فيه يوهي لا ريب شكين انجروا جنة الأمنتي فيه هدى للناس إذا خسدك أجل ما جرايا قوله فيه يحتمل وجهين أن يكون خبره ذندا لا ريب فيه لا ريب يقين ننجر فيه إذا خذت لا ريب كائن فيه توقاسا وأن يكون خبر هدى لذندا خبر هدى لوقته كم تري هدى فيه تيج هدى كجلنت فيه سفر سجراج للمتقين رب ذاته لا ريب كائن فيه أو يكون فيه ذلك الكتاب كتاب خنا لا ريب شك نجرت ذلك الكتاب لا ريب فيه شك نجرت هدى أمس فيه هدى إذا أجل وانجرى للمتقين ورب صلاة فيه قد تسسرون الدسج
فيهن كل ما خيست جرى لما نقصد فيهن كوني لا ريب في شك نسخة جرتو هدى أمس فيه هدى نسخة جنة ما جرى للمتقين رب صلاة لما نترسي زندسي تقريبا مغنى خبر مبتدا ذلك تقريبا أنا خبر مبتدا ذلك لا لو كم قلنا سيتبقى ذفني ذلك الكتاب وكتاب نخني حق جنة حقا متداخل في النمر لا ريب خبر لا ريب لا فيه لا ريب فيه شك نسخة سنجر هدني خنا زمس فيه خنا لما كسب رسيدتي فيه هدى سقى جل ما جرى للمتقين ورب فيه صلاة فيه جنة آية الذين يؤمنون فيه هدى للمتقين جنان جنة قال ابن عباس ذلك الكتاب ويجون أي هذا الكتاب وكتاب نهون جتشواج وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مالك جنان جي أن ذلك بمعنى هذا والعرب تعارض بين اسمين شارد ويستعمل كل منهما مكان الآخر ذلك هنا بك هذا حجتي يعني هذا هنا بك ذلك حجتي ثانية وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم قال ذلكم الله وجه أمثال ذلك ما أشير إلى ما تقدم ذكره والله أعلم وقد ذهب بعض المفسرين فيما قول قرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى قرآن التجارة وله الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزال عليه والتوراة والإنجيل وأقوال الأشرار ذلك الكتاب وكتاب نسنية توراة التجارة ولجنان قرين هذا القرآن يجمعنا سفيدا لا ريب فيه هدى للمتقين أما قاسته ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب والقرآن لا شك فيه يقين جرو أنه نزل من عند الله ربي برابو وقاسته كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين القادر وقال بعضهم قرين سنجي هذا خبر دبنت أدولا ومعناه النهي خسر أو وجر لا ريب فيه جب أي لا تفتابوا فيه شكنا الجرايا ومن القراء من يقف نمربة تجرى على قوله تعالى لا ريب جيجو وابتدئ بقوله فيه هدى للمتقين جي والوقف لاب على قوله تعالى لا ريب فيه جني أو لا رجع لا للآية الذي ذكرناها آية دبني فيه ولأنه يسير قوله تعالى هدى إنقابة مالتا صفة للقرآن ده وذلك أبلغ هونغا من كون فيه هدى جتراجي وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ده ومنصوبا على الحال ده مع الجنة هدى يحتمل من حيث أن يكون مرفوعا على النعت ده فيه هدى نقاجن نعت ذلك الكتاب لا ريب فيه يكين زخي سنجرت هدى صفة كتاب الشاجو كتابنا هم قلت أجيل شادا جنة صفة كتابة قوني يقال هدى حالة أجيل شادا هينيا صفة للقرآن جنة يخير منصوب على الحال حال إنك أجيل شادا هين للمتقين والرب صداقه واني قلت يا دوبا متقطوط خصصي فيه كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هدوت أوفي مالف قلت يا دوبا مؤمن توتا قفا دبتيناني لأن مال جيجي إلى غير ذلك دلت على اختصاص المؤمنين بالنفي في القرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا ينال إلا الأبرار نلقاهم دما فوق أجيل جارة ورم التقيم يكون أرقى يجمع فيها كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هدى جنة يعني نورا إفعالا يجورا للمتقين ورب في صلاته متقين يجون الذين يتقون الشرك بي قد تشرفوا صلاته ويعملون بطاعتي تعاقي يهوجدا جورا جي عبد الله عباس وسرج متقين يجون قال جي الذين يحذرون من الله عقوبته قطعت ربي إقة جيجو
في ترك ما يعرفون من الهدى يوسف ستوان بيخان قجيل مرة ورجون رحمته ورحمة ربك قجيلا في التصديق بما جاء به وقوم ستوى الرسول الفينية حسن البصري مال جيل المتقين جناني قال اتقوا ما حرم الله عليهم إيقا توار ربي لسان رد حرام قولي وأدوا ما افترض عليهم حقيق يسوار ربي لسان رد واجب قولي فسر جي قال أبو بكر من أياش سالان أعمش عن المتقين واتقتو ترى نقافته قال فأجبته من جوابه وقال لي سأل عنها القلبية قافته فسألته من قافته فقال جيجي متقيون الذين يجتنبون كبائر الإثم وردي برقد الرافقات جتشما متقيون قصادا هم الذين نعتهم الله بقوله والرب نساء والصفي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة جهته لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين قبل متقتو ترتون دندو حقا قرتي وربنا لما قلت قديست وأنهم حرام تنجيس جهته يحبس الناس يوم القيامة بإيع واحد فينادي مناد أين المتقون جيلا لما يدرسا كيس وقرابته فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منه ولا يستتر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك متقي يجون أمة شركي إقدا وعبادة الأوثان أوثان قبروها إقدا وأخلصوا لله العبادة عبادة ربي قل كل ليسا فيمرون إلى الجنة ترى جنة الدبرني ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب وقا هدى جان إيمان قلبي خيستي سبتهم جانية وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل كجل قلبي خيست سبت يورب ممتنا ما كنا ملك أبان فدنا ما كنا قال تعالى إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وقال ليس عليك هداهم وقال ومن يضلل الله فلا هادي له وقال ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كما جيت ويطلق ويراد ببيان الحق هدى هنس دبتاني حق فقلتون التنشر أما سيوري نمل الله سبحانه قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أتخرى قرتي حقتي نما يامتا لتهدين معنا قرتي أدوبا حق فقلتي تيجوتي هداية قلبي حسن كيس وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم لست بينا لهم جيتشو وهديناهم نجدين بينا لهم الطريقين جيتشو على تفسير من قال المراد بما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم ونافو وقا هدى جنة هدان تقدا قرتك أجل وقلبي خسخاولتي سنقاسي ربيتي هدان تقا أمو تحقنا ما يفقل شودي سنة من الليل نمدن دا جيتو هم تاواني تا قلبي خسخاولتي في زخستي هدى جيتون qajeellumaa jira qajeelchuudha jira qajeellumaa jechuun qajeelchuu tura seentame quraana kana fi hudan lil muttaqiin jeemi sanas qajeelchaa jira jechuudha muttaqtootatti akkasii miti daalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin gaafa ammaan tana fi hudan jenne isa keessatti qajeellumaa jira jennee fasara yaa ammoo fi walitti dhaawwanne hudan lil muttaqiin jenne bimaana haadi qajeelchaa warra rabbi sodaatuuf inni nu wal dhabee jiru قال في هدى جنة إذا خسق أجل ما جرنا الموسى قال في رألنا هدى للمتقين جنة أجل شاقافين أكم تاري أجل شادا جنة فسرقا وسنجت لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه كيس هدى للمتقين بمعنى هذه أجل شادا فسرقا ما في تقدر هذا تقدر لكن خرجت تتوني جمتي خرانة تتوني أو في خطابك قاوة في قدرته إذا خيصك أجيل ما جرت قاوة ما هو دليل المتقين صفقوته
بمعنى هذه أجل تعالى للمتقي رب الصلاة والتكبير. الذين يؤمنون بالغيب إسان سنوخ أمنا فقولت الذين يؤمنون بالغيب إسان سنوخ أمنا فقلت أمنوا يجون قلت يا دوبا نسان الرافقات جنة عذابا إبدا خنقت أمنا جتشولا غيب إنما الجيد قال ابن جرير الذين يؤمنون بالغيب من عباس يؤمنون يصدقون يؤمنون يجون وقدوا سنجتشولا يؤمنون يجون يخشون خصدات جتشولا بالغيب. قال نجرر والأولى أن يكونوا موصفين بالإيمان بالغيب إيمانا غيب التمام قولا جتان اعتقادا عملا جت وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل جت. والإيمان إيمان هنجر أمين إيمان يجون الذين يؤمنون هجوهنا كلمة جامعة للإيمان بالله كلمة ولك بتربت تأمنوا كتابة تأمنوا رقامة تأمنوا وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة أقل وقت إيمان يجون فيطلق على التصديق المهدي وقوم سوى لين دبتما وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين وكما قال إخوة يوسف لأبيه وما أنت بمؤمن لنا بمصدق إن جنة تتامه ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا ما لا أعمال قول ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهو سمى ذلك قلب من نقوم سديته. فأما إذا استعمل مطلقا قال مطلق الذين يؤمنون جي فالإيمان الشرعي إيمان شريعة المطلوب وخبر بعد مسلم لا يكون هنتور إن إيمان شريعة لهم قلبي يدني فانجاني حجة مدد. وهكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حقا وشافي وابن حنبل ودي إجماعا ما الجو أن الإيمان إيمانه قول وعمل إيمان قول وعمل جتشافوجي يزيد وينقص نيدبلس نيدرتسي الذين يؤمنون بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب يقوم جد. وقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فجد. خشيا يجون خلاصة الإيمان والكل قلت إيمانة بي والعلم دبيكم صادق كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب غيب التأمنني كما يؤمنون بالشهادة غيب التأمنكم وان ظاهرة التأمنني وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما قرته كهنا ونقول ديب الذين يؤمنون بالغيب يجون وهو كان ما قرته برادي من اسمه أمنا كما قزين ما برجرن تأمنا نتي وقاس برانا ما إيمانا فقاتني وقاس تقرر الله كمنافقات نتي وانبران أديسان جيتشورا. وأما الغيب غيبين المراد هنا مراد غيب هذا تخبيره فقد اختلفت والأبديد في عبارة السلف فيه عبارة سلفية سلفت وكلها صحيحة ترجو إلى أن الجميع مراد في الأماجد. بالغيب يجون قال يؤمنون بالله رب التأمن جيتشورا وملائكته ملائكة ست أمانني وكتبه كتابه ست أمانني ورسوله إرقمه ست أمانني وليوم الآخر أمنا وجنتي جنة أمنا وناري بدست أمنا ولقائه ربي والقنوم أمانانية. ويؤمنون بالحياة بعد الموت يقدوا أن يخافون أمانني وبالبعث خافون أمانني فهذا غيب كله خندن غيب ما هجي. أما الغيب غيبين فما غاب عن العباد وانقبروا الرافقات من أمر الجنة وأمر النار. أمر جنة بالدراء القرآن هذا تبقيد تدبته أمر جنة أمر بالدراء أمر فلدرة وتسجد. عن زر قال الغيب القرآن وجي جنواته الذين من الغيب يجون قرآن التخامن جتوا. عطاب نبي رباه من آمن بالله
من رب التأمن فقد آمن بالغيب غيب التأمن. قال إسماعيل بن أبي وقال إسماعيل بن أبي بن خالد يؤمنون بالغيب يجون قال بغيب الإسلام التأمن. قال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر قدر التأمن. فكل هذه متقاربة ولد الديات معنى سلمتها. قال كنا عند عبد الله جلوسا فذكرنا أصحاب النبي دبني وما سبقونا به. فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه جن. أمر النبي محمد نما يسأرقيف فقال هذا والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمان أفضل من إيمان الغيب جن. إيمان تقول إيمان غيب التأمن رجع الجروح. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب يجون قام مرانسا وان قرتي أدوبا وفي قرتي أدوبا برنجر تا قرتي ربي لكم سنيتما اسمر لغاته وان سنفرة جتشولا. ويقيمون الصلاة فصلاة الليل آبنين ومما رزقناهم ينفقون. وأن تسانين خنن الليل آخر خنني. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها واجب ما صادق. وقال الداك ابن عباس إقام الصلاة إتمام الركوع والسجود. صلاة الأب ويتشون ركوع السجود قوتو تلاوة إسا قوتو خشوع قوتو والإقبال عليها فيها صلاة غسلت الرجل الأولى. وقال قتادة إقام الصلاة المحافظة على مواقيتها يروشرت في وضوء شيت في أركان شيت السجود شيء قطورا. قال مقاتل بن حيان إقامتها صلاة الأب المحافظة على مواقيتها يروشرت في وإسباغ الوضوء وضوء وقوتج وإسباغ الطهور بها وضوء شيء وقوته ركوع شيء سجود شيء تلاوة شيء والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها شيء أبو نقنا يتلا. أي ومما رزقناهم ينفقون. وأن متساني خنا ذا خنا نجتو قال زكاة أموالهم زكاة أبين سانيت عبد الله مسعود مانجي. ومما رزقناهم ينفقون جنان قال نفقة الرجل على أهله والرم فرت خنتون متشاتي. وهذا قبل أن تنزل الزكاة زكاة بفمندرتية. وقال جويبر عن الدهاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها على الله قدر ميسرتهم وجهدهم. نفقان خنانتم قربانا قاوة دور رب التين ياتن ترتي أقا عيني واجب ما صدق على بودتي. 7 آيات في سورة براءة ما ذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتة. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون أي فأنفقوا مما آتاكم الله كانت أور بلسنهم هذه الأموال عوار ووضاع فبينتم ومودي على عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها الدنبو ليأتى الرحمن. واختار ابن جرير مالفلته أن الآية آية بما رزقناهم ينفقون جتة عامة في الزكاة والنفقات. زكاة في نفقهم تخيصته عامدهم دماء والقيسي خنمات. قلت كثيرا مما يقولون الله تعالى من ربنا انديسا بين الصلاة والإنفاق صلاة فكنا فبين ولك انديسا مال الجنة. فإن الصلاة حق الله صلاة حق ربيتي وعبادة عبادة سليلة وهي مشتملة على توحيده صلاة توحيد وكيسا غبدي ربي فارس ربي قدس وكيسا غبدي سرة الكتش وكيسا غبدي. إنفاقني هو من الإحسان إلى المخلوقين مخلوق الترؤولولا بالنفي المتعدي إليهم فإذا قرسان دبرونه. وأولى الناس بذلك نحن التقى القرابة والرفرات والأهلون والرمهنك والإنجلت والممالك ببروان كنكيتي ثم الأجانب إغنى والرسل فقوتي. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون.
ومما رزقناهم ينفقون وانا صدقة واجبات التسنات وما سنتي أنا أبو رسول صلى الله عليه وسلم من جاء بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ومما رزقناهم ينفقون يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيت لي وهذا دليل ثم استعملت الصلاة في الشرع صلاة يجون كشر جزتي والركوع في سجود أبو خنايج أقل واتيو دعاء ممتن صلاة المجمتي قال إذا يدوك سجرتي نمني قرتي أدوب نمني فليصلي دعائي هقول ويرتي وقسمنا قوتاتي صلاة أقل واتي دعاء وصلي عليهم فاجئ صلي عليهم بأنا أدعو لهم جتشوتي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تكتمون. حيين والذين يؤمنون بما أنزل إليك أما اللي ورأمن يا نبي محمد وانقرهم كيدتي بوفمت جولا وما أنزل من قبلك واسدر بوفمت اللي خامنا وبالآخرة أما اللي آخرات جولا هم يوقنون وقوم سختاني أمنتنا بما أنزل إليك وانقرهم بوفمنكم قرآن وغين عنه وما أنزل من قبلك أن توراة في إنجيل وبالآخرة هم يوقنون آخرة خلقهم سنة آخرة نجرتي خبيرا. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يصدقون بما جئت به من الله وأنا تربر رفتين خلقهم سنة وما جاء به من قبلك وأن سدر في الليل القمتوني لا يفرقون بينه وجدون يدان من بابني ولا يجهدون ما جاء وأن رفقا كان وهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون وأنا إرقموا والرب رأرف الإنسان حتى أمنا جيجو وبالآخرة هم يوقنون جيجو أي بالبعث خاف من ستة جورا والقيامة اتخامنا والجنة والنار إبت اتخامنا والحساب والميزان حساب في ميزان اتخامنا وإنما سميت آخرة والنجمته لأنها بعد الدنيا إيش الدنيا بودة تناف جمته. وفي الموصوف واختلف الموصلون في الموصوفين هنا ورغنا وصفوا يترى واللبا هل هم الموصوفون بما تقدم والرماريم دبنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون خنموا خبرات يترى ومن هم نمسانتنا على 3 أقوال سديدة حكى ابن جرير عاد وأن الموصوفين هم الموصوفون والرماريم دراسة يوصف مدنته لما فتق إسا وصف مي وهم كل مؤمن جتشو شوفنا مؤمنة قلتي عربات مؤمنة على كتابي خبر الليتشو قاله مجاهد وأبو العالية والثاني لما فان هما واحد سلمان تقما وهم مؤمن أهل الكتاب مؤمن ور كتابته وعلى هذين التقاوتين تكون له عاطفة صفات على صفات صفات التفتيش والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون لمؤمن أهل الكتاب سدي والنهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله أكمل تقوم خيسة والله لله الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه لق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم 2 بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هيا وفقا أولئك على هدى أولئك يجور وصف موان دبر غنان غيب الرأ على هدى قجل مرة جرانيا ربي إسان الرأيج وأولئك هم النكسيسون هم المفلحون ملكاهم قرتي إسان مخبروتي متي أولئك أي الموصوفون بما تقدم ور وصف موان دبر غنان
من الإيمان بالغيب غيب التأمن بصلاة رب في كنتشو خنان ورّي والصفمان على هدى جيتشو أي على نور إفرت تجرا وبصيرة أرقرت تجرا وأولئك هم المفلحون ورملكه إسانما في الدنيا والآخرة دنيا وآخرة الليجو على هدى من ربهم جنان أي على نور من ربهم إفرت تجرا واستقامة على ما جاء به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ورّا أرق أتورّا لك أبوان برباد نجي ونجوا من شر ما منه هربوا هم توان درا ليسان لخنا قبان مفلحون نموان برباد ركبه وان قلبه أدوبا ليسو جرابه فنابو جرّي وان كان وصفنا هون وان قلبه أدوبا بربادن لقبانيتي وان ليسان جلابهم جيشورا المفلحون جيشون هم المنجحون المدركون ما طلبوا ورملكاني وان بربادن أرقتني بأعمالهم وجيسانتين أما تقسما رب تسأمنني كتاب ست أمنني أرقموان ست أمنني جنة أرقتني تكا ست أبطان جيشورا وأولئك هم المفلحون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس رسول قامت يا رب القرآن نقرأنا نخجل الله أما القرآن نقرأنا قرام رسول لأننا جنين أو ما قال الله تعالى أو ما قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار بينهم سنة يديسوا ينجي رسول أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا قول المفلحون هؤلاء أهل الجنة وركنا هو الجنة هذه قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ندهنا توخج الله جنة ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم لا قول أديم دبته قال هؤلاء أهل النار هو الرب الدارجي قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل جي القرآن غرتك أرانتي مال جنة صحابنا جزي غري خجل لي جنة سينو خجل الله قرآن قراني جزي غري غرام رنا أكبي إنني قرآن هم قراني جن إسني وديسو أهل الجنة أهل النار جن ين وديسنا ألف لام ميم جاء إلى المتقين التوفي هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء جرحنا توفي الله ثم قال نجي إن الذين كفروا إلى قول أديم دبته هؤلاء أهل النار ورد التابعين قالوا لسنا منهم يا رسول الله سنران تاني جن قال أجل أي سنران تاني جن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك